يلا بينا نعمل اندومي بطريقة حلوة قوي ومتأكدة ان انتوا ما شفتوهاش قبل كده. اول حاجة بجيب الاندومي وبنزل عليها بمية بتغلي وهغطيها واسيبها لحد ما احضر الصوص، والصوص ده هيكون عبارة عن مكعب من الزبدة، سيبه يدوب على الهادي خالص علشان الزبدة ما تتحرقش. وبعد كده هنزل عليه على طول بفص واحد بس من الثوم المفروم وهقلبه في الزبدة. ولو ملاحظين الزبدة اصلا لسه مسحتش بالكامل، بس انا عايزه الخطوات دي تكون ورا بعضها على طول علشان الزبده ما تتحرقش ولا كمان التوم يحمر. وبعد كده عليهم على طول هنزل ببشر ليمونه، هاخد الطبقه الصفرا اللي بره دي بس، وبعد كده هنزل بعصير الليمونه نفسها، وكل ده ورا بعض. بعد كده هنزل عليهم على طول بربع كوبايه من الكريمه واقلب كل دول مع بعضهم، واضيف رشه ملح خفيفه قوي وكمان رشه فلفل اسود. وكده خلاص الصوص بقى جاهز. بيكون قوامه زي ما انتوا شايفين كده، بيكون خفيف مش تقيل. لو بتحبوا الصوص هيكون تقيل ممكن تكتبولي في كومنت واقول لكم ازاي نتقل الصوص. المهم دلوقتي هناخد النودلز او الاندومي واشيلها من المية واصفيها وانزل بيها في الصوص اللي احنا عملناه ده، واديها كده كام تقليبة معايا لحد ما تتشرب كل الصوص ده. وبعد كده مفيش مانع نضيف شوية من الفلفل الأسود كده على الوش، واستمتعوا بقى بالطعم الخطير. الصوص ده اللي بيحب الليمون هيحبه جدا جدا جدا، لأن هو أصلا أساس الطعم. والزبدة كمان مع الكريمة مدية طعم كريمي قوي، تحفة تحفة بجد. ولو ملاحظين كمان انا مضفتش الاكياس بتاعه التوابل اللي بتيجي مع الاندومي، وده لان انا اصلا بصراحه ضدها. انا يوم ما اقول هاكل اندومي بتبقى الاضافات بتاعتي كلها من البيت ومن مطبخي، وبحاول قدر الامكان انها تكون صحيه. لو انتم عايزين تضيفوا الاكياس دي فبراحتكم، بس انا منصحش بيها. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. انا سارة هلال، لو الوصفة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.